أكلتنا اليوم أكلة كتير غنية بالعناصر الغذائية وكتير مهمة وكتير طيبة. منيحة للعزايم، منيحة برمضان، يعني هي أكلة كتير شعبية كمان. بحثت عن فكرة على اسمها، لقيت عالم بتسميها كفتة ببطاطا وبندورة، وعالم مثل أهل الشام نحنا بنسميها كباب هندي. فقالوا لي انتو شو بتقولوا لها؟ يمكن أتوقع تم تسميتها كباب هندي لأنه بنحط لها بهارات معينة مثلا، ما بعرف والله. طيب عندي الطبقة الأولى حتكون بطاطا، حاقطع البطاطا بهذا الشكل. طبعا انتو فيكم تقطعوها بشكل اللي بدكم اياه، بس نحقطعها بهذا الشكل. في معلومة كتير مهمة، لازم البطاطا أبدا ما تكون سميكة، حاولوا تكون سمكة كتير متوسط خليني أقول، لأنه البندورة بس تيجي على البطاطا يعني هي ما بتخليها تستوي بسرعة. فأنا بدي الأكلة كلها تستوي يعني سوا بطريقة متجانسة، لهيك انتبهوا على هاي القصة. صفيناها وحدة واحدة، أو نحن دائما بنقول طبقنا مع رشة حب، فخلونا هيك عن صف بطاطا تبعتنا ونقول طبقنا مع رشة حب. هلا عندي البصلة، حقطع البصلة لشرايح أو نحن بنقلها جوانح. حقطعها مثل ما كنتم شايفين بالصورة. بعدين حننتقل للخطوة الثانية يلي هي صوص البندورة. صوص البندورة أنا حطه بالخلاط. حقطع البندورة أول شي غسلتها، طبعا غسلتها منيح منيح. بعدين حقطع كل بندورة ل4 قطع. يعني طبعا كمان هاي الخطوة هي اختيارية أنا، لأنه عندي العائلة تبعيتي ما كتير بيحبوا البندورة. في ناس بتخليها بندورة بيقطعوها تقطيع يدوي، يعني بحيث إنه تظهر أكتر بالأكلة. أنا بحب تكون هيك صوص مع البطاطا والبندور واللحمة ما تكون ظاهرة، يعني فهي حتكون شكلها صوص. طيب أنا عم بعطيكم إياها خطوة خطوة، فيكي أي وحدة حابة تطبخ هاي الطبخة نعملها سوا، يعني مثل ما بيقولوا بس مباشر. خطوة خطوة فينا نساويها ونكون كتير سعيدين. هلا تمام، حنفرمن. حكون كتير دقيقة وإلكان إنه نحنا نشوفوا الفرم حيكون بشكل كامل، يعني يصير صوص نظامي. حعزز النكهة هلا بمعلقة مرقة بندورة أو رب بندورة. حظبط عيار الملح، ححط فلفل أسود، ححط معلقة ماجي، وأخيرا ححط معلقة بابريكا أو فلفل أحمر مثل ما أنتو بتسموها. عندي هون معلقة 7 بهارات. أنا ححط كمان للحمة معلقة 7 بهارات، فكتير مهمة تكون بالصوص. طريقة التجانس لازم تكون بالنكهة بين الصوص بين اللحمة، والطريقة اللي حتربى هلا البطاطا لنكهة الصوص كتير مهمة، لأنه هي حتعطي التجانس بالمذاق حتى. عندي هاي الخطوة كتير أساسية يلي هي أنا كيف طلع مرقة البصل كمان حتى كمان تاخد من بعضها. فأنا ححط البندورة فوق البصل وحاول حركهم مع بعضهم مع ضغطة بسيطة للبصل، بحيث انه هي الصوص يصير مع مرقة البصل. طبعا هاي الخطوة ابدا ما بتخوف، على العكس هي كتير بتعطي نكهة غريبة وجديدة كمان، لانه انت حتحسي النكهة كلياتها متناسقة كلياتها مع بعضها. حعزز الصوص بمي، لانه انا عندي بطاطا بدها تستوي وعندي لحمة بدها تستوي، فهي كمان خطوة كتير مهمة. لاحظوا أنا ما حطيت شي على البطاطا، ما حطيت لها ملح ولا حطيت لها فلفل ولا شي، اعتمدت على بهار الصوص تبعتي. فكمان انتو هيك اعملوا، لأنه طيب كتير البطاطا تضل بطعمتها، حتى انه يعني بقليل حلاوتها كمان. فكمان هالخطوة كتير حلوة. مهم كمان تشوفوا الألوان وتغرموا مثلي الشكل روعة. هلأ عنا كرات اللحم أو الكفتة أو الكباب. الخطوة الأساسية فيها إنه أنا حطيت لها معلقة سمنة.
طبعا حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل، حطيت لها معلقة 7 بهارات ومعلقة سمنة، وشكلتهم بالشكل اللي أنا بدي إياه الطابات. هلا ححط الكرات بقلب الصينية اللي عملتها حبة حبة، ونقول إن شاء الله ألف صحة وهنا لكل حدا حياكل من طبقنا. صحة وهنا وعافية كمان. طيب في عندي خطوات أنا بسميها هي هون بتصير خطوات طبق مع رشة الحب. إني أنا أهتم بكل لقمة حناكلها كيف تكون شكلها، فأنا ححط على كل كرة لحمة حبة لوز، وادعي يا رب هاي اللقمة تكون فيها شفاء وعافية وهنا وصحة ومذاق لذيذ يا رب. حبة 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 حبة. خبروني انتو شو بتحبوا تحطوا لها. في عالم بيحطوا لها كاجو، في عالم بيحطوا لها صنوبر، انا بحب معاها اللوز لانه اللوز بيطل ماسك اكتر. وخبروني حبيتوا الشكل وأغرمتوا مثلي، ولا أنا بس هيك شايفة الشكل هو لوحة؟ أنا بحس طبختي لوحة عم بقعد عم برسمها بإيدي صراحة. طيب يلا نشوفها ونودعها ونصورها ونقلها باي باي. هي خطوة كتير مهمة كتير أساسية. الفلافلة مثل ما خبرتكم ببداية الفيديو، هي الأكلة هي كتير مهمة وكتير في عناصر غذائية متنوعة صراحة. نحن حكينا عن البطاطا، حكينا عن البصل، حكينا عن البندورة، حكينا عن اللحمة، وهلأ حنحكي عن الفلافلة. بتعطى لدوائر أو صراحة تصدت بدها تكون بشكل زهرة، وتقعد كل حبة كل كرة لحمة أو كرة كفتة بقطعة فلافلة، وحابعتها على الفرن وإلا يلا تنام يلا تنام. وعم بستناكي أنا بقى ثانيتي العزيزة. شايفين معي الشكل وحاسين هيك بمشاعر الحب. اللقطة النهائية صراحة أنا دبت، الشكل بجنن والطعم يعني كتير كتير طيب. الصوص اتماسك، البطاطا ظلت نكهتها طيبة وواضحة. طبعا هاي الأكلة جنبها رز لأنه فيها صوص أكيد. أنا حشكته بهذا الشكل، طبعا أنتم فيكم تختاروا. وهذا الشكل النهائي. حبابين حبوا الفيديو ويلا نطبخ مع رشة حب وصحة وألف هنا وعافية على كل حدا حيدوق هاي الأكلة. وخبرونا إذا أنتم شايفين إذا عندكم طريقة تانية أو إذا جربتوا هاي الأكلة صورونا إياها. ويلا نعمل طبقنا ويلا نطبخ طبقنا مع رشة حب.